بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام، معاكم مطبخ أم سمسم. النهاردة هشارك معاكم روتين اليوم من أوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا النهاردة احنا قمنا من النوم الصبح، طبعا مفيش عشاء عشان نجهز فطار أو غدا أو كده يعني. فطبعا رحت قايمة بسرعة، خبزت حبة العيش دول، عجنت حبة الدقيق دول، عملتهم عشان أعملهم عيش. عملناهم مع بعض قبل كده كم مرة. اللي حابة الطريقة هتدخلي على القناة عندي هتلاقي فيديو، أنا عاملة فيديو و2 وتقريبا يمكن 3 للعيش الجميل ده. خبزته معاكم وقلت لكم على كل التفاصيل الصغيره والكبيره. حبايبي اللي متابعيني اكيد شافوا الفيديو قبل كده. هنا خبزنا العيش مع بعض. طبعا يا جماعه مفيش احلى من لقمه البيت دي. جربي والله، نظيفه وجميله وانت ضمناها على ايدك. على الاقل انت عاملاها نظيفه، معونك نظيف، الحاجه نظيفه يعني، ضمناها ايديك نظيفه، كل حاجه انت غسلاها بايديك وضمناها. اول حاجه طبعا لما تبقي عاملاها بايدك غير ان انت تجيبيها من بره لازم. وغير كده وكده كمان يا جماعه، لقمه البيت دي بتبقى مبروكه قوي. احنا خبزناه في فرن البوتاجاز مع بعض، ده دقيق القمح بتاعي. تمام. وبنعمل بالدقيق المدعم، وممكن تعمليه بالدقيق الفاخر عادي خالص. احنا بنرميه تحت يا دوب يتشمع بس وتعرفي تشيليه، واروح مطلعه على الشبكه وارمي رغيف تاني تحت. بسم الله ما شاء الله، كله بيقب زي ما انت شايفه اهو، مفيش رغيف الله اكبر مقبش خالص. الله اكبر، بصي بصي عامل ازاي، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. جميل. ابص يا جماعه، بصي الرغيف عامل ازاي. احنا خبزناه مع بعض قبل كده، بس انا خبزته معاكم من غير رح. هنا انا برح لان انا خبزت معاكم الفيديو قبل كده، وعملت كام فيديو قبل كده من غير رح. النهارده هنا انا برح بقى طبعا لان انا خبزته معاكم قبل كده من غير رح، وانتوا اكيد شفتوا الفيديو لو شفتوه. ولو ما شفتوش الفيديو ادخلوا على القناه عندي هتلاقوه، انا عملت فيديو و2 يمكن تقريبا 3 على نفس العيش ده ومن غير ما رح خالص. تمام. لو انت جديده معايا مشكوره، ما تنسانيش تشتركي في قناتي، ويا ريت تعملي لي لايك كده تشجعوني نشجع بعض. العيش يا جماعه جميل قوي. بصوا بقى، وعملنا النهارده ملوخيه بالارانب، حاجه تحفه. كلنا العيش الطري ده بالملوخيه، ما اقولكيش بقى حاجه كده خيال. بصي برمي واحد تحت، اول ما يتشمع اروح مطلعاه فوق، اللي فوق ده لسه مقبش لاني كنت يا دوب نقلاه. بسيبه كده بقى واقفل الباب، لازم اقفل الباب، لو ما قفلتش الباب ما بيقبش الرغيف اللي ما يقبش اعرفي ان انا ما قفلتش عليه الباب. تمام. طبعا الحمد لله كله كان بيقب وكان جميل اهو زي ما انت شايفه، بسم الله ما شاء الله العيش يجنن. حبايبي شكرا اللي بيتابعوني من كل مكان، الف شكر ليكم. لو مشكوره ووصلتي معايا لحد هنا مشكوره، ما تنسانيش في لايك واشتركي في قناتي لو سمحتي فضلا يعني لو جديده معايا. وشكرا لحبايبي اللي يتابعوني من كل مكان. حابه اعرف انتوا بتتابعوني من اي مكان، من اي دوله، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، ده بصراحه بيفرق معايا. بصوا العيش جميل ازاي يا جماعه، بصوا الجمال اهو، يا دوب يتشمع، بص يا دوب تعرفي تشيليه، يا دوب يتشمع كده من النار وارمي التاني تحت على طول، اكون مجهزه الرغيف التاني اروح حاتفاه تحت. وده العيش الجميل بتاعنا، ايه رايكم في الجمال؟ بصوا. لو عايزه الطريقه هتلاقي الفيديو عندي على القناه. انا بس حبيت اشارك معاكم اليوم من اوله. طبعا خلصت خبيز هنا اهو، العيش بسم الله ما شاء الله حاجه تحفه وجميله جدا. لو حابه تلدينيه هتشقي الرغيف نصين وتلدينيه، انا بخليه طري كده بيقضينا يومين 3. بصي بقى، وعملنا الملوخيه التحفه دي. ايه رايكم في الملوخيه التحفه دي؟ عملنا ملوخيه بالارانب. طبعا برضو لو حابه الطريقه، انا عملت فيديو معاكم، لو حابه الطريقه هتلاقيه عندي برضو على القناه. ملوخيه بالارانب حاجه كده خيال. حمرنا الارانب معانا طبعا في سمنه بلدي او زيت او زبده ايا كان الموجود عندك. حمرناها وبعدين نزلنا بالبصله والتومه والطماطمايه والرور والحبهان. ماشي. واول ما استوت معايا رحت عامله الملوخيه طبعا بالطريقه التحفه دي. لو حابه التفاصيل بقى كلها هتلاقيها موجوده عندي على القناه، الملوخيه التحفه دي، وعملت لها الطشه طبعا. يلا يا حبايبي بقى، ما تنسونيش بقى اشتركوا في قناتي. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام.